بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه ألف الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شجرة المثة الآن في موسمها الثالث. زرعتها أول سنة أسقيها تقريبا النص الأول من السنة الثانية بديت أأهلها وقطعت عنها الماء. الحين تقريبا لها سنة ونص وشوي، سنة ونص مقطوع عنها الماء، لكني أهلتها تأهيل، ما قطعت عنها الماء فجأة. تقريبا عرضها مترين، بمتر ونص أو أكثر، مترين تقريبا. اللهم بارك. انظروا كثافة البذور كلها، اللهم بارك، تبارك الرحمن وما شاء الله، كلها فل بذور، كلها. وين ما أحط الكاميرا فل بذور، ما فيه غصن إلا فل بذور. موضوعنا، يقولون البدو من أول لا يسولفوا، قعدوا يسولفون وجاهم واحد وقعد في نص السالفة. قالوا وش السالفة؟ قالوا سالفة الراعي الغنم ما حضرها. ليش؟ ما يبي يعيدون السالفة من جديد. يعني راعي الغنم يسرح في غنمه، ما هو حاضر في البيت ولا هو عارف السالفة. فالأخ هذا ما راح يعرف إيش السالفة لأنه ما كان حاضر. معنى الكلام، إذا أنت شخص ما تتعلم ما راح تفهم. إذا أنت شخص ما تتعلم ما راح تفهم السالفة. يعني لازم أنت تأسس نفسك. والآن طرق التعلم سهلة جدا، اللي هي صارت بالموبايلات. ما هو مثل قبل كتب تقعد تقرأ وتروح يمين وتروح يسار عشان بصعوبة جدا تلقى لك كتاب وتاخذ المعلومة. الآن التليفون بيدك واليوتيوب عندك، والناس كثيرة جدا جدا اللي مقدمة فيديوهات فيهم الصالح والطالح. فأنت عاد شوف اللي منهجه بالشرح وكذا انك تستفيد منه. فتعلم. ما ينبني بيت على غير تأسيس، ومن لا تعلم ما تفيد العلوم، يقولها سدير الله يرحمه. الآن الطلبة يجلسون في المدارس سنين، 12 عام، على أساس أنه يخلص الثانوية. ليش؟ لأنه حاضر يتعلم. إذا ما تعلمت ما راح تفهم شيء. إذا ما حضرت عند المشايخ والعلماء، علماء الدين وعلماء الحديث وعلماء العقيدة، جلست وياهم ودرست عندهم وثنيت الركب عندهم وتعلمت، ما راح تفهم بالدين، ما راح تصير شيخ وعالم تفتي الناس. لذلك أغلب مشايخ وسائل الإعلام اللي يدعون أنهم مشايخ ضيعوا الأمة، لأن هذا ما تأسس صح. فأنت إذا كنت تحب النباتات البرية والبيئة وكذا، تعلم يا أخي، لا يروح عليك الوقت. أنت صاحب مزرعة، أنت صاحب بر، أنت صاحب هواية، تعلم. لا تمشي فيك السنين وأنت ما زلت نفس الشخص. عمرك 18 20 سنة معلوماتك ضحلة وتحب النبات، وأنا أحب النبات وأنا كذا. بعد 50 سنة، بعد 30 سنة، عمرك 50 سنة، ما زلت أنت نفس الشخص لأنك لم تتعلم. 30 سنة وأنت داخل عندك شغف وحب النبات، لكنك ما تعلمت، ما علمت نفسك. تعلم وتابع الفيديوهات واستفيد. طيب، البعض مبهور في الغرب ويقول لك حماية بيئة وكذا وعلماء، وهم اللي سووا علم البيئة، وهم اللي درسوا علم البيئة، وهم اللي وصلونا علم البيئة، والكلام الفاضي هذا. ديننا والنبي صلى الله عليه وسلم أسس فينا تأسيس، أعطانا قواعد ننطلق منها في علم البيئة، في أمور كثيرة جدا جدا جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل 5 من الفواسق، هذه ضارة للإنسان وضارة للبيئة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم قتل الصيد أو الحيوانات، الإسلام، من غير حاجة، هذا علم بيئة. الدين والإسلام حرم الإسراف والتبذير، اللعب في المال واللعب في الأشياء، كقاعدة عامة، قاعدة عامة عند المسلمين، تحريم أي شيء بلا حاجة محرم.
أو مكروه أو يصل لدرجة الحرام. فإذا حنا عندنا قاعدة في ديننا الإسلامي هو التنظيم. شيباننا من أول وأنا ورع اللي رحنا مثلا نحطب وياهم، نبي نروح نحطب مثلا، جهال ما نعرف حنا، نشلع الغصن على خضر. والله يا اخوان بعضهم استغفر الله حتى يقول الله يلعنك، ليش انت الله يلعنك انت ليش شلعت الخضر هذا؟ ما تخاف الله، حرام عليك. كان فيهم دين وحب لبيئتهم، كان فيهم دين، هم ما يعرفون شنو معنى البيئة او النظام البيئي، لكن كان حبهم عندهم قاعدة دينية. فالإسلام أعطانا قاعدة عامة في تنظيم البيئة. ما يكتب لك يعني الدين الإسلامي ما نزل لك كتاب قال لك انتقال البذور والرعي الجائر والمخلفات كذا، لا. الإسلام ما هو يعني قصص ولا دراسات تفصيلية. الإسلام يعطيك قواعد عامة ويعطيك شروطك العامة في الحياة والحلال والحرام. فلما الإسلام يقول لك هذا حلال هذا حرام، أنت تمشي على الشيء هذا، نظامك مضبوط. إذا نحن المسلمون ولله الحمد نظامنا البيئي متكامل ونستفيد من الدراسات الثانية. يعني أشياء كثيرة جدا، يعني حتى الله عز وجل يوم ذكر نوره جل وعلا ذكر الزيتون والزيت وكذا، والله عز وجل ذكر سدرة المنتهى أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت أشياء كثيرة جدا عن الشجر والنبات في القرآن في كذا. سدرة المنتهى، النبي صلى الله عليه وسلم استظل في شجرة كذا وجلس كذا، يعني فيه ذكر. مثلا عندكم حمى الصدقة، كان لها حمى محمية، هذا حمى الصدقة، ما تجي إبل ثانية ترعى فيه. ليش لما تفكر هذا حمى إبل الصدقة، طيب ليش أنا ما أدخل وارعى؟ لأن حدد النبي صلى الله عليه وسلم مساحة معينة لرعي هذه الإبل، إذا دخلت عليها إبل ثانية راح تتلف النباتات، يكثر عدد الإبل أو الرعي في هذا المكان فيكون رعي جائر. فهذا هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم منع أن أحد يدخل المكان هذا أو هذا، سوى حمى. عند بدواننا من أول عندهم حمى، كل واحد عرف متعارف عليه، كل واحد له حدود معينة. يقولك يا فلان أنت لا تنزل علي، قال يا أخو كان وين نزلت عليك أنا بعيد عنك، قال لا والله يا ابن الحلال يا أخوي ترى غنمك توصل مرعاي، غنمك توصل مراعي هذا البحر الفلانية والروض الفلاني، يا أخوي ترى أنا غنمي تفلي فيه، أنت ليش تجيب غنمك وتفلي فيه؟ حرام عليك يا أخي. المقصد شنو؟ أنه ما يصير دبل، ما يصير كثافة رعي في نفس المكان. فحنا المسلمين ولله أشياء كثيرة جدا، حنا المسلمين ولله الحمد والمنة عندنا تنظيم بيئي متكامل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق نهى أنك مثلا تتلف الطريق، يعني تضع أوساخ أو كذا فهذا شيء يدل على أن الأمور هذه القاذورات والتوالف والأوساخ ما يصير، ما يجوز أنك تضعها في الطرقات، لها أماكن معينة، أكيد النبي يصير لها أماكن معينة. فهذا هم بعد هذا من التنظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، أنه ما تقط زبالة في كل مكان، احذف زبالة وبس وتوكل على، ما يصير. إذن الإسلام نظم حياتنا البيئية. أنا فاتح الكاميرا عشان أتكلم عن زراعة البذور، يعني طريقة زراعة بذور النباتات البرية، لكن استرسلنا بالحديث وننتقل للفيديو الثاني إن شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قيس في ليلى، يقول أمر على ديار ليلى
أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ايش معنات الكلام هذا؟ قيس يوم جاء ديرة معشوقته يقول أنا ما أحب الديار، أنا أحب اللي سكنت الديار. طيب فيه بران قبل 30 سنة و32 سنة و35 سنة يوم كانت أعمارنا 15 هالشكل. أنا من مواليد نهاية 69. عايشنا ريضان وبحار وفياض سدر على طبيعتها وعلى وضعها، ما تغير شيء. ليه من مريناها الحين ولا جيناها الحين؟ لا والله ما لها طعم، والله يا اخوان ما لها طعم نهائيا. اني امرها واشوف اقول لا اله الا الله، هذه اللي قبل حنا فيها نمرها وكذا، ما لها طعم. فبيئتك وديارك طعمها في ليلة، هذه ليلة الرمث والعرفج والسدر والبر والوناسة. فالبر ما له طعم، البر ما له طعم نهائيا إذا ما هو على طبيعته. لذلك تجدون بعض الشباب اللي أكثر ديارهم هلكانة ممحلة خلصت دهر، خاصة أكثر شباب الخليج، لا راحوا مثل العراق ولا راحوا مثلا تونس ولا باكستان ولا المغرب، هالقوانيس اللي يقنصون. قال لك يا أخوي برهم بر وفياض وناسة وصيد وكذا. ليش؟ لأنها ما هي متلوفة. أنت برك كان يبيض فيه النعام، كان فيه ترعى الضبع. فالمسألة مسألة إن إذا ما حافظت على بيئتك ما راح تستانس على البران وعلى الأمور هذه. طيب الآن في الفيديوهات هذه اللي دائما أنا أعملها وغيري يعملها، نحاول أن نعمل أسس علمية كما أذكر في الفيديوهات السابقة. الفيديو اللي قبل السابق هذا أنا راح أحط باليوتيوب، راح أحط حلقات تحت بعض الفيديوهات هذه على أساس تكون حلقة واحدة، لأني أضطر أني أنزل بالإنستغرام مدته 10 دقائق، لو باليوتيوب خليناه ساعتين ما عندنا مشكلة، اللي بيتابع يتابع. فلازم نؤسس، وأنا أترجى كل مختص أو عالم بيئة أو فاهم في البيئة إنه يشد حيله، يعمل له قناة ويتكلم. يا أخي تكلم، عطنا من علمك، الله يرحم أمك وأبوك، أخذ أجر وفيد مجتمعك واستانس وقدم فيديوهات. العالم أكثرها في أمور ما تعرفها، وأنا كشخص ما عندي يعني في ناس أنا ما أسوى ذرة عند معلوماتهم وعلمهم، وناس كثير جدا أنا أشوفهم بتويتر وغيره، يا أخي ما يقدم شيء، عنده علم لكن عطاء شحيح. قدم ابن المجتمع يرقى بالبناء. البناء ما هو في يوم وليلة، البناء عبر سنوات، التربية، التأصيل. فإذا أنت شاركت وشديت حيلك وقدمت ما عندك، وغيرك شارك وشد حيله وقدم ما عنده، اللهم بارك ما شاء الله، وقدم ما عنده. يعني مثلا الآن حنا في آخر 2020 ميلادي، لو شدينا حيلنا أنا أقدم وأنت تقدم وهذا يقدم وفلان يقدم وكذا يقدم معلومات، شخص عمره 15 سنة الآن بعد 5 سنوات صار عمره 20 سنة، وحنا أو الشباب مجتهدين ويقدمون معلومات. يجب أن تكون معلومات صحيحة، لا تقدم شيء خطأ للناس. يصير عمره 20 سنة، يوم يطالع خلال ال5 سنوات وهو يتابع باليوتيوب، أو أنه فجأة صار عمره 20 سنة توظف وكذا يبي يحط محمية ولا مزرعة، يرجع للفيديوهات خلال 5 سنوات يستفيد. لذلك أنا أتمنى من الإخوان، أي شخص يا إخوان
لا يصير عندك ملل. متى ما فضيت شغل فيديوك وتكلم، فيد الناس. الآن الفيديوهات هي مكتبة. العالم ما تقرأ الآن نهائيا، الناس ما تقرأ كتب. قبل كنا ناكل الكتب أكل، الآن ما في كتب، ما يقرون. الآن يحبون يشوفون الفيديوهات، يشغل يستمع. وهم فيها ميزة حلوة يعني. أنا من الناس وقت الازدحام، وقت المسافات الطويلة، رايح مكان بعيد شيء، أبد أشغل هالتليفون على السماعات السيارة، أشبكه شو اسمه هذا، بلوتوث على السيارة، وتسمع. أستفيد. أما محاضرة دينية للشيخ ابن عثيمين، ولا للشيخ الألباني، ولا الشيخ الفوزان، ولا طال عمركم أمور سياسية في علمائنا السياسيين المعتبرين، أستفيد. أما علم نبات أستفيد. أما أشوف أفلام وثائقية أستفيد. فالتليفون سهل انك تستفيد وانت في الزحمة وانت مسافر، بدل ما تسمع لي والله هنا والله هنا والله هنا مسافر 12 ساعة، من سافرت لين صفطت وانت شيلات، من تنسدح بالفندق بترقد لا جسمك يطامر من الشيلات. ليش يا اخوي؟ حط شيء استفيد منه، شيء وثائقي انت واهلك معاك بالسيارة، اذكار، قصص الانبياء، نبات. فهذا اللي انا حبيت اني اقدمه. انا راح اسويها حلقات. الحلقة الاولى، هذه الثانية. الان بننتقل. الموضوع مهم جدا واتمنى انكم تتابعوني، اللي هو زراعة البذور. نبي ناخذ الان مثلا كمثال هالبذور هذه. تمام. ننتقل للحلقة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت حلقتين وكلها راح تكون تحت الرابط، حلقات متسلسلة إن شاء الله. الآن نبي نتكلم عن النبتة البرية. النبتة البرية يا أخوان تكبر تشيخ، بمعنى مثل بنت المزيون. النبتة البرية وهي صغيرة ضعيفة جدا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة اللي هو الرفق بالمرأة ورحمة المرأة. تمام. استوصوا خيرا بالنساء، خيركم خيركم لأهله. وحديث البنات، من كان عنده 7 بنات دخل الجنة، حتى قال 5، حتى قال 2، حتى قال 1 دخل الجنة. الإسلام للأسف المسلمين ما يتفكرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام من أشد القوانين في الإسلام اللي هو رحمة المرأة والاهتمام بها. النبات البري البعض يعتقد أنه قاسي وقوي. لا يا أخوان، النبات البري مثل البنت الصغيرة الدلوعة. إذا ما دلعت بنتك وحرصت عليها وحسستها بالأبوة وحطيتها على راسك راح تنكسر من الداخل. النبتة البرية ضعيفة جدا، من أضعف النباتات البرية. لازم تهتم فيها حتى يقوى عظمها. لو قوى عظمها وصارت كبيرة عاد تصير مثل العجوز، خلاص لما انك قعدت شبت عليك عجوزك، ودني جبني حط لي زين. شلون يا عايد انت تقول النبات البري ضعيف جدا وهو عايش في البر من اقوى النباتات؟ النبات البري ضعيف جدا في اول انباته. لذلك سبحان الله دقيقة بس يا شباب انا نسيت. لذلك تجد النبتة البرية، أنا لاحظت في النباتات البرية كثافة غير يعني لا تدخل العقل من كثافة البذور. شوفوا هذه رمثة، شوف فول، اللهم بارك، يمكن فيها 2-3 مليون بذرة. ليش الله عز وجل علمها؟ لأن نسبة الإنبات أو فرصة النجاة لهذه البذور كلها اللي تشوفونها قليلة جدا. أولا لأنها ضعيف، ثانيا ما بيطيل في الشرح هذا لأنه موجود في فيديوهات ثانية، ثانيا لأن
فرصة النجاح ضئيلة جدا. ممكن موسم هذا ما يجي أمطار، الموسم الفلاني يجي كذا، فالنبات يحتاط. ممكن ترعاه الآن مبذر، تجي مثلا إبل أو شيء أو أي شيء يرعى مثلا، قلة أمطار، فتلقى دائما يعني أنا شفته في كثير من النبات، الرمث والشيح والعرفج والقيصوم والجثية والعاذر والجعدة، كل النباتات البرية كثيفة جدا حتى تاخذ فرصتها. تمام. لكن إذا أنا كنت مسبب تدخلت في زراعتها، ممكن الرمثة هذه بدال ما تعطيني طبيعيا في هالموسم 10 رمثات، نجح من بذورها 10 بس أو 2. إذا أنا تدخلت راح ينجح من بذورها الآلاف. تعرفون شنو الآلاف؟ طيب نذهب الآن إلى طرق الزراعة وراح نكمل إذا ما سعفنا الوقت. هذه الآن بذور، طبعا ما استوت لكن أنا بخليها لكم كمثال. هذه بذور الرمث. تمام. وين راح هذا؟ يا أخوان، دائما أكرر، يجب أن يكون عندك مشتل خاص فيك. تمام. مشتل خاص فيك ولتجاربك الشخصية. ولازم أول ما تروح المكتبة تشتري دفتر وقلم وتسجل التواريخ والتجارب، وتسجل في الدفتر المعلومات اللي تشوفها بالفيديوهات، وتسجل المعلومات اللي تسمعها من الناس، وتقوم وتسوي مشتلك. تمام. أنا أبى أصور لكم شغلي الخاص. ترى المسألة بدائية، مسألة سهلة يا أخوان. أنا هذا مثلا خشب مسوي قواطع، أحواض صغيرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 كذا. هذا مكان القديم طبعا أنا أهملته، خلينا الشفلح وكذا. هذه قواطع. تمام يا أخوان. بطريقتك، وتسوي حماية عن التيارات الحارة والباردة بكيفك. صمم القياس اللي أنت به. نأتي الآن، شوفوا هذه كان في بذور، والله ما أعلم، كنت مسجل قبل لكن خلصنا منها فما أعلم. أول نقطة في النباتات البرية، تعمل سافي رمل من غير أي أسمدة نهائيا. رمل صافي، لا تضع سماد نهائي. هذا الرمث نجي ناخذه ونفتفت بذوره بهالطريقة، وأبد تسوي هالشكل بس أي طريقة، بس حوسه مع الرمل، وعقب طال عمرك قول ها انثر عليه رمل خفيف. تمام. وعقب أسقى غمر. أغلب 99% من طرق زراعة البذور هالشكل، شيح عاذر أي شيء، رش عليه رمل خفيف. أول مرة أسقى سقي غمر، حط الهوز خله ينترس ماي، وعقب طال عمرك جيب التور الخضر هذا. ما عليكم من سوالف الكشخة والزينة، وأنتجنا ولله الحمد. يوم كان عندي مشتري بعت آلاف الشتلات بهالخشبة هذه، شايفين الخشيبات هذه وهالرمل هذا. عندي يعني أماكن ثانية أكبر بس نفس الطريقة. هذه تجاربي أول ما بلشت في المشتل. ما اعتمدت إلا على الله عز وجل، معلومات قليلة، ما أخذت معلومات من حد، كلها تسجيل وتوثيق. احنا الآن في آخر شهر 11 ميلادي ونبي نبدأ 1/12. تقدر الآن تزرع الرمث والجعدة والقيصوم والشيح والعاذر والحزة. بعد شنو والله واجد ننسى حنا. المهم سجل، ليه منك غمرته خله غطه، ودايما لازم تغطيه. شوف أنا حاط مسامير أغطيه، إذا بغيت أشيك فتحت المسمار طلعت. دايما تكون محافظ على الرطوبة، لا تخلي الرمل ينشف أول الأيام، لأن التناشف شوي أسق. ولا تسقي في الهوز يضرب الهوز يخرب البذور ويذبح الشتلات الصغيرة. شوفوا هذا الحين أنا ما راح أسقيه، مخلي هذا طلع على المطر، بقايا بذور العام أو
أو حتى قبل العام بعضها يبطي. تقوم لو تسقي من وراء الشبكة، ثق بالله تماما راح يطلع عندك كل شيء الوقت هذا اللي تزرع راح يطلع عندك. بعدها شو تسوي؟ بعدها طال عمرك تجيب المكحافة هذه والمكرافة، بعد ما تشوف الشتلة صارت هالشكل، لا تخليها تغزر، إذا غزرت تموت. تقوم طال عمرك تطقها بالمكحافة مثلا هالشكل حلو، واشيلها وازرعها في مكانها الدائم، او ازرعها في ماعون حلو. حتى اغلب النباتات البرية حتى لو تفتفتت هالشكل ابد حطها في ماء وحطها في رمل طيني، وباذن الله تطلع باذن الله جل وعلا. تمام يا اخوان، هذه قاعدة عامة. ترى الامر ما هو بالصعوبة اللي انتم متصورينها ابدا. تصيد وقت النبتة، وهالطريقة هذه افضل طريقة. اسق لين يطلع، عقب نقوم شيل هذا حزة، هذا جعد، هذا عادل، هذا كذا. مشتلك الخاص انت اذا عندك محمية يا اخي حط لك مشتل 4 متر ب4 متر، وكل سنة تنقل منه. يوم تشوف اذا بتنقل يدوي يعني تحط بالمحمية يدوي، ويوم تشوف لا والله محميتك غابة. فهذه بعض المعلومات اللي انا حبيت اقدمها، وبعض التأصيل، بعض التثقيف. يعني البعض يسمع يقول هذا كلام محاضرة، لكن هو يتأصل في مخك الشيء هذا، تقعد تبني نفسك. عسى الله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.